سئل شيخنا العلامة الشيخ محمد أديب الكلاس رحمه الله تعالى في مسجد الحبيب الأعظم والسيد الأكرم سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليمات: يا سيدي والله إنه لأمر عجيب. قال: وما هو؟ قال: نكون في الشام فكلما ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم تنتعش قلوبنا وترتعش كما انتفض العصفور بلله القطر. قال: وإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في بيوتنا ذرفت عيوننا، فلما أتينا إلى هذا المكان وإذا بهذه العيون تبخل فلا نجدها تسيل منها دمعة. فقال له الشيخ وقد أوتي الحجة سبحان من آتاه ففهمناها سليمان. قال له الشيخ على البديهة: ونعم، وما الأمر في ذلك؟ شو عليه يعني؟ ولماذا أنت تتعجب من هذا الأمر؟ شيء طبيعي جدا. قال له: كيف يا سيدي؟ قال: ألا ترى الطفل الصغير إذا كان بعيدا عن أمه، ابتعد عن أمه، يصيح ويبكي، نعم، ويضطرب ويرفع يديه ورجليه وينزلهما وهو يصيح. قال: فإذا اقترب من أمه وجلس في حضنها إذا به يسكن ويهدأ. قال له: وأنت كذلك، الآن أنت في أعتاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت في حضرته، فأنت الآن في حضرة أنس، في حضرة كرم، في حضرة جود، فلم تبكي؟